وبيوصلوا للفندق اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت بتوصل نيسان لنفس الفندق لانها متعاقده تغني في فرح هيتعمل هناك، والصدفه بتجمعها مع اشرف الاسانسير. اشرف اول ما بيشوفها بيقف مذهول، بيركز في ملامحها، لكن بسرعه يبعد نظره عنها بخجل. نيسان تبتسم وتبدا تكلمه بلطف، وبتقول له انها مغنيه ومعاها فرقه موسيقيه وجايه النهارده علشان تغني في الفرح اللي هيحصل في الفندق. بعدها بتسيبه وبتروح تقابل مدير الفندق ارماك علشان يتفقوا على التفاصيل. في الوقت ده اشرف بيروح على الخزنه بتاعه الفندق وبيحط فيها الفلوس اللي جمعوها من شغلهم الشهر ده، وبعد شويه وهو خارج بيشوف نيسان وهي خارجه من الفندق، فبيوقفها يسالها بنبره غريبه: انت ليه مش بقيتي مغنيه مشهوره؟ ولا يمكن صوتك وحش؟ نيسان تتعصب من طريقته وترد بثقه: صوتي حلو جدا بس حظي اللي مش حلو، وتسيبه وتمشي وهي متضايقه. وفي اللحظة دي بتظهر شرطية اسمها شيدان، كانت بتراقب أشرف من بعيد، ولما تشوف نيسان واقفة معاه تفتكر إنها صاحبته، فتمشي وراها وتعمل نفسها كأنها تعرفها وتنادي عليها باسم واحدة تانية. نيسان